أهلا بيكم. كتير بتصدمنا الحياة بمواقف مش في حسباننا، ظروف بتتغير بين يوم وليلة، وأشخاص بيتغيروا علينا أو يختفوا من حياتنا. وأحيانا التغيرات المفاجئة دي في الحياة بتسبب لنا حالة من عدم الاتزان النفسي اللي بيأثر على مجرى حياتنا، وبنبدأ نسأل إزاي نستعيد اتزاننا النفسي تاني، إزاي نتخطى مفاجآت الحياة بسهولة، وإزاي نوصل لحالة التوازن في حياتنا بسرعة. الحل في الحالة دي هو المرونة النفسية، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. يعني ايه المرونة النفسية وايه المقصود بيها؟ المرونة النفسية هي قدرة الإنسان على مواجهة تحديات الحياة بسهولة، بمعنى ان الإنسان يقدر ينكمش، أي انه يقدر يجي على نفسه ويستغنى عن بعض احتياجاته، ويقدر كمان ينبسط، أي يستمتع بالوفرة علشان يقدر يتعايش مع ظروف الحياة المختلفة. وكل ما الإنسان قدر يكتسب القدرتين بنفس الكفاءة، كل ما ازدادت مرونته النفسية وقدر يواجه صعوبات الحياة وتحدياتها دون فقد اتزانه النفسي. والسؤال هنا، احنا ليه بنفقد اتزاننا النفسي أمام تحديات الحياة؟ زي ما شرحنا ان احنا علشان نوصل للاتزان النفسي محتاجين يكون عندنا قدرتين، قدرة الانكماش وقدرة الانبساط. لكن أحيانا الإنسان بيكون عنده قدرة واحدة بس من القدرتين دول، ولما بيصطدم بظرف معاكس يتطلب القدرة التانية ما بيقدرش يتعامل معاه فبيرفضه، أو بيبالغ في قبوله والانسياق وراءه والغرق فيه. وكل دي صور من عدم الاتزان النفسي اللي بيسبب خلل في حياته. فمثلا لو شخص اعتاد الحياة في مستوى مادي عالي فاكتسب القدرة على الانبساط أو التمتع بالوفرة، فلو الشخص ده ما اكتسبش القدرة على الانكماش واصطدم بموقف مالي متعثر بيبدأ يرفضه ويتمرد عليه، بدل ما يسعى للتعايش معاه وإيجاد حل ليه وإيجاد سبل لتحسينه. وده بيخلي نتيجة الموقف دي سلبية على صحته وعلى حياته. والعكس بالعكس، فمثلا لو شخص اعتاد الحياة في مستوى مادي ضعيف واكتسب قدرة الانكماش، بعد كده لو فاجأته الحياة بنقلة سريعة لمستوى مادي عالي وما كانش اكتسب قدرة على الانبساط، هتلاقيه عايش بإمكانيات متواضعة رغم الوفرة اللي عنده، وبيكتفي فقط باكتناز الفائض بدل ما يستثمره في تحسين مستوى حياته. أو تلاقيه بيصرف ببذخ في أمور ثانوية بغرض التباهي فقط ولا ترتقي بمستوى حياته. والصورتين هما صورتين لعدم الاتزان النفسي اللي بيسبب خلل في حياته. طيب ايه العوامل اللي بتأثر على المرونة النفسية؟ المرونة النفسية هي قدرة بتكتسبها النفس البشرية، علشان كده بتتأثر جدا بما يتغذى عليه الفكر من قيم ومبادئ، سواء بالتربية أو الموروث الثقافي أو البيئة المحيطة. وكمان بتتأثر بعوامل جسدية زي الجينات والحالة الصحية. طب ايه هي جوانب المرونة النفسية؟ المرونة النفسية ليها 3 جوانب. الجانب الأول هو القدرة على مواجهة التحديات والتأقلم معها. الجانب الثاني هو القدرة على التعايش مع التغييرات اللي سببتها التحديات دي. والجانب الثالث هو القدرة على التعافي من آثار الصدمات والنمو رغم الظروف الصعبة. طيب ايه هي سمات الشخص المرن؟ الشخص المرن بيتسم انه شخص متفائل ينظر للأمور نظرة إيجابية. ثانيا بيكون شخص فكره منفتح يتقبل الاختلاف بسهولة، وشخص عنده قدرات عالية على التأقلم، وشخص قادر على إقامة علاقات داعمة والحفاظ عليها. الخبر الحلو إن المرونة النفسية هي قدرة أو مهارة يمكن اكتسابها بالتمرين. فلو عايز تعرف إزاي تتعلم المرونة النفسية تابعنا في الحلقة الجاية. ولو محتاج استشارة صحية أو مساعدة من كوتش معتمد تقدر تتواصل معايا عن طريق تطبيق الدكتور. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكركم.